هل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها عن حالة السوق او التقارير اللي احنا بنقدمها عن حالة السوق هي سبب في انخفاض اسعار الطيور؟ طبعا ناس كتير بتقول اني بلاش التقارير، او ناس معينة بتقول بلاش التقارير اللي انتوا بتعملوها عن حالة السوق، لان التقارير ديت مش في صالح المربي، وده اللي بيوقع اسعار الطيور. ولكن التقارير اللي احنا بنعملها بنوضح الامور فيها ونوضح للمربي الاسعار ماشيه ازاي. مع ذلك دلوقتي مثلا لو في انخفاض في اسعار الطيور بنقول ان الطيور فيها انخفاض، لو في اسعار في انواع الحبوب بنقول في انخفاض، لو في زياده في الطيور بنقول في زياده، لو في زياده في الاسعار بتاعه الحبوب بنقول في زياده. ولكن السبب وراء ذلك ان بعض ناس كتير بنسبه 70% من الهواة والمربين في مصر اصبحوا يعني مصفين الهوايه بشكل كبير عندهم خالص، يعني مش سايبين بقى نسبه او سايبين كميات قليله شغالين بيها. لا، ناس كتير صفت بالفعل من الطيور او صفت طيورها بشكل كبير بسبب ارتفاع او جشع التجار بتاعه الحبوب لارتفاعهم للبلكم والفلارس اللي وصل ل 60 جنيه الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، والفلارس وصلت ل 60 جنيه. مع ان البلكم المصري اللي هو مزروع في مصر والبلكم البلدي اللي احنا بنقول عليه البلكم البلدي اللي مزروع في مصر مش مستوردينه من بره، اصبح مزروع في مصر وبداوا يرفعوا سعره زي لان لولا المربي خلوش مش زي المستورد فيه بره. طيور في السوق. لا، انت ممكن تخليه تلتين او بتاع الحبوب يعني يستورد ما تخليه ب 60 الطيور انت ممكن دي تخليه ب 40 مع وبرضه العلم هتكسب ان فيه. طول ما التجار او لان مش طول انت ما يعتبر مش التجار اللي هي بتستورده، بتاعت معلكش الحبوب بترفع شحن، معلكش على المربين، تصدير، ما ما بتستوردوش بتستوردوش حتى بتبخس بالدولار. الاسعار، زي هيكون في البلكم مجال المستورد او زي في من الفلارس التصفيه، وناس اللي كتير هي بدات تصفي المستوردة. بالفعل بسبب ارتفاع اسعار يعني الحبوب. ومع فدي ذلك حاجه برضه برضه التجار كويسه ما أصلاً زالت بترفع اسعار في صالح الحبوب على تاجر المربين. الحبوب بقى وفي صالح التقارير التاجر ملهاش اللي علاقه بيصدر بان احنا بره. بنوقع السوق اصبح او الكلام ده الحبوب كله، سعرها مع ولكن الوقت اللي له علاقه ان شاء الله هيبدا ان هينزل المربين وهيريح بالفعل بدات لو تصفي بسبب الناس فعلا ارتفاع بدات اسعار تقلل من الحبوب. الطيور اللي عندها ده اللي بسبب اثر او ده اللي وقع الهوايه في عدم مصر. الربح ولكن من الفتره طيور اللي الزينة جايه بشكل مش عام هيكون الوضع زي ما أصبح هو، الهواة الوضع مش والمربين هيستمر كانوا عاملين على دراسات سقوط الربح، الاسعار ده، ما بقوش هتبدا الاسعار سايبين هترفع الحاجة مع ديت الوقت عندهم واحده واحده لمصدر غصب ربح، عن بقوا يبيعوها التاجر أو اللي بقوا بيلم، يصفوها بشكل لان كبير. التاجر اللي ومزارع بيلم هو بند وكميات رقم واحد، كبيرة من هو الناس بدأت اساسي تصفي بالفعل. اللي بيلم أصبح وبيصدر كل ده لبره. هيبدأ طول ما في لم يأثر وفي على تصدير تاجر وبيلم الحبوب اللي باسعار كان كويسه بيستورد الناس هتفضل مثلا بتربي من اما بتاع البلكم او الحبوب الفلارس بيرفع اسعار المستورده والحاجات الحبوب. اصبح المستورده من بره دلوقتي بال10 طن التاجر بتاع الحبوب رفع سعر الحبوب عشان خاطر بيقول انا بستورد هتبدا الكميه هتقل، البلكم او هيبدأ هو بستورد مش هيبيع الفلارس زي ما من كان بره بيبيع مصر الأول، لأن بستوردها في بالدولار، سعر. وسعر الدولار بدات طبعا العالم بقى عالي، يعني من 15 جنيه ل 30 جنيه. والتاجر اللي بيلم الهوايه او كذلك بدات الامر تصفي بيلم بشكل طيور كبير او بدات تصفي بيبخس بالفعل سعر يعني الطير. بدل يعني ما كانت مثلا كان بيلم الهوايه بتاع الانتاج الهوايه في الموسم مصر اللي فات كان السحب بيلم بتاعها مثلا في السنه الكوكتيل من ال 30 شغال شغال كان كمثال. يعني بديكم مثال حاجه بسيطه كده حاجه بسيطه بس 40 بنعرف الناس طن السوق كان ماشي ازاي الموسم 40,000 بتاع طن السنه اللي فاتت او موسم من الانتاج بتاع السنه الماضيه. كان السوق ما كانش فيه تصدير، وكانت الاسترالي كان الجوز بيعمل 30 جنيه و35 جنيه في اللمه من التجار، وما كانش عليه لم خالص ولا كان عليه اي تصدير. طبعا كانت الفلارس ب 25 جنيه، وكان البلكم تقريبا من 15 ل 17، والله اعلم برضو كان الفتره دي كان ماشي ازاي. كان التجار بتلم الكوكتيل اللاتيني على 400 جنيه الكبير الشغال، يعني فرق شاسع من ارتفاع البلكم من 15 او 20 لحد 60 جنيه. وتلاقي برضو نفس انواع الطيور اللي كانت التجار بتلمها الموسم بتاع الانتاج الفتره اللي فاتت او السنه الماضيه ب 400 جنيه، وعايزين برضو يلموا ب 400 جنيه او ب 500 جنيه. مش عايزين يرفعوا سعر الطيور زي ما البلكم او الحبوب اللي هي مستورده بنستوردها من بره لطيور الزينه، عاوزين يرفعوا الطيور. لا، بالفعل بيحاولوا ان هم يسيطروا على عدم ارتفاع الاسعار وعدم ارتفاع اي انواع طيور حتى لو مطلوبه في التصدير. يعني بالفعل عندك الروز اللاتيني وعندك الكوكتيل اللاتيني طبعا مطلوب في التصدير، ولكن بالفعل بيحاولوا يوقعوا الاسعار بتاعته الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي، ومع ذلك مش هيقدروا ان هم يوقعوه لاني برضو مطلوب ومازال عليهم لم ومازال عليهم اقبال. ولكن هو الجمعه اللي فاتت او الجمعه الماضيه ما نزلناش التقرير يوم الجمعه، ولكن ده التقرير حبينا ننزله اللي ما شافوش او اخر فيديو نازل خش شوفه. كانوا بيحاولوا يوقعوا الاسعار عشان خاطر ان الجمعه دي كانت اخر جمعه في رمضان، وكذلك الامر ان هم مش هيلموا او مش هيسيبوا الطيور عندهم فتره كبيره على ما يجي يصدروا. ولكن عشان نخش بره موضوع الفيديو،
احنا كنا قايلين على تقرير الجمعة وقايلين فيه كل حاجة بالتفاصيل على عدم لمهم او عدم اللم او ليه كانوا بيحاولوا ان هم يوقعوا الاسعار. خلينا في موضوع الفيديو بتاعنا. طبعا دلوقتي كانوا بيلموا الكوكتيل لاتيني على 400 جنيه، وكانت ايامها او كان الايام الماضية كان الفلارس ب 25 جنيه. طب انت ليه دلوقتي عاوز تلم برضو الكوكتيل او تلم الروز على 400 جنيه او 450 جنيه، وبرضو سعر الحبوب باضعاف؟ يعني كان ب 25 اصبح البلكم النهارده ب 60 جنيه، والفلارس كانت ب 25 اصبحت ب 60 جنيه. طب انت ليه ما ترفعش سعر الطيور؟ مع ان سعر الدولار ده لما بيرفع انت كمربي بتصدر طبعا انت بتكسب، لان سعر الدولار ما بقاش 15 جنيه. حتى ان كان التكلفه غاليه عليك في التصدير مش هتكون غاليه عليك قوي زي ما الحبوب زادت على المربي. يعني الحبوب زادت الضعف او زادت ضعفين، يعني زادت 100% على المربين. اما التصدير لو هيزيد عليك برضو مهما كان زاد انت بتصدر، وما زادت الدولار. طول ما الدولار بيرفع انت كمصدر انت اللي بتكسب، مش المربي. لان المربي بيبدا ان هو بيشتري الحبوب اللي احنا بنستوردها من بره، فبالتالي لما سعر الحبوب ده بيبدا يرفع بيبدأ يخسر في الهواية، يعني التكلفة بتزيد عليه. أما التاجر اللي بيصدر هو الكسبان ما بيخسرش. ولكن برضو ما فيش أو ما تعرفش هم ليه بيحاولين عاوزين يوقعوا الهواية. بالفعل هيبدأ الفترة اللي جاية هتبدأ الطيور هتبدأ ترفع من خلال التقارير اللي احنا بنعملها. ولازم نهتم ولازم نقول ان احنا نتمسك باسعار الطيور، ما نسمعش كلام اي حد يقول لك ان التقارير مش في صالح المربي، ان التقارير هي اللي بتوقع الهوايه. بالعكس، التقارير دي افضل شيء للمربي عشان خاطر يعرف السوق او حاله السوق ماشيه ازاي بنسبه الحبوب، ويشوف تكلفه الحبوب على الطيور بتاعته بعد الانتاج هتكون جايبه همها او في مكسب ولا لا، عشان يعرف يبيع بسعر ايه. لان لو ما تعرفتش من خلال التقارير ديت ان الطيور في السوق بتتباع ازاي او الحبوب سعرها عامل ايه، هتنزل تسلم للتجار اللي هم ما عندهمش رحمه وجشع، التجار اللي بيلموا او بيبخسوا الاسعار للمربين. طبعا انت الخسران، لان التاجر كده كده اللي بيصدر وهو الكسبان مش هيخسر حاجه. فالتقرير دي لمصلحه جميع المربيين. ويا ريت لو انت بتسمع الفيديو لهذا اللحظه تبدا تشير الفيديو ده لجميع المربين او اي حد صاحبك عنده طيور زينه او بينزل السوق مهتم بالانتاج من طيور الزينه او الربح من طيور الزينه، تبدا تبعت الفيديوهات دي عشان خاطر هو يفهم الوضع في السوق ماشي ازاي. ولكن مش هنطول في مده الفيديو قوي عشان او مش هنعيد الكلام اللي احنا قلناه، ولكن هنكتفي بهذا القدر من الفيديو. ولو انت استفدت حاجه من الفيديو او عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد، وانضم للاسره بتاعتنا المتواضعه. مع الف سلامه.